عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسلامة. النهارده بقى يا حبايبي هنوري البنات العسولات الامورات كده يا حبايبي ازاي يخزنوهم ورق العنب بأبسط السهولة خالص يا حبايبي. بسم الله، بالصلاة على النبي كده يا حبايبي، صلي كده على النبي وسمي الله. ماشي يا حبايبي، ولو اول مرة تخشوا حضراتكم عندي في القناة يا ريت ما تنسونوش تشتركوا معايا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وتنوروني كده بوجود حضراتكم يا حبايبي. بالصلاة على النبي، صلوا على النبي كده يا حبايبي، اهم حاجة. بصوا بقى يا حبايبي، انا كنت شلت بصراحه منه العيدان ده، قلت اما اوريه كافكار بس ان انا اوريه لحبايبي لو واحده نفسها ان هي تخزن ورق العنب تخزنه ازاي. ماشي يا حبايبي اللي اللهم صل على النبي. ده يا حبايبي ما بنستخدموش خالص، ملوش اي لازمه، هنرميه طبعا. بصوا بقى يا حبايبي، لما تيجي تنقي يا حبيبتي ورق العنب تنقي كده اللهم صل على النبي، يكون الورقيه كده ايه طريه. شايفه يا حبيبتي الورقيه طريه كده، ما ينفعش تنقيها الورقه الناشفه. ماشي يا حبيبتي، تنقيها ورقه فاتحه لونها فاتح، وتنقيها الورقه الطريه، ما تنقيهاش الورقه الناشفه. ماشي يا حبيبتي، ده ما بيتخزنش يا حبيبتي الا العنب، ورق العنب اللي هو البناتي. ماشي، البناتي اللي هو الايه اللي الابيض يا حبايبي. ما في ناس بيبيعوا الورق العنب اللي هو الاحمر ده يا حبيبتي ما ينفعش، هيجلد معاكي لو خزنتيه ومش هيبقى حلو. ماشي يا حبايبي، وبنبدا بقى يا حبايبي اللهم صل على النبي نحط كلته على الجهه ديت، يكون كلته على الجهه الناعمه ديت، الخشن ديت بنستخدمها في الحشو من هنا يا حبايبي. ماشي، وبالرص كده يا حبيبي. شوفوا اللهم صل على النبي كلته يا حبايبي جميل ازاي، طروا جميل ازاي اهو. اللهم صل على النبي، انا عملته كده كلته يا حبايبي ورصيته كده. هنشوف بقى يا حبيبي هنا معانا اللهم صل على النبي، هنا معانا الاكياس اللي هي بتاعه الثلاجه دي يا حبيبي، بتشتريها من اي دكان بتاع بقاله عادي خالص اهو يا حبيبتي. انت بقى يا حبيبتي ايه هتخزنيه على قد استخدامك، يعني حابه تحطي مثلا ربع كيلو، حابه تحطي نص كيلو، ده على حسب ايه استخدام حضرتك يا حبيبتي. اهو يا حبيبي اللهم صل على النبي. بسم الله يا حبايبي كده، ربنا يحسن ما بين ايديكم في كل حاجه يا رب، ويجعل لكم كل حاجه حلوه بين ايديكم. اهو يا حبايبي انا بسيبه ده على قد الاستخدام يا حبايبي، حابه تزودي براحتك، مش حابه تزودي براحتك، انت هتخرجي كل الهواء يا حبيبتي اللي هنا اهو. اللهم صل على النبي. ماشي يا حبيبتي، انا عملت اهوت، هنبدا ان انا ايه هقوم جايه برماه كده. ماشي يا حبايبي، ماشي، واقوم لازقاه بلزقه من البلاستر. ماشي يا روحي، هنقوم بقى يا حبايبي لازقين الاطراف كده اهو، بكره اللزق كده عشان نفرق بعد ما فرغنا كل الهواء اللي في قلب الكيس اهو يا حبايبي. نقوم لازقينه بقى باللزق كده اهو. شايفين يا حبايبي؟ حط عندك في الفريزر. اهم حاجه ان انت يا حبيبتي ما تطلعوش وتدخليه، سيبيه في الفريزر هو بيتجمد، تطلعيه على ميه سخنه على طول، تعملي له زي صدمه كده من الفريزر على ميه سخنه. ماشي يا روحي اهو بالطريقه دي. ونعمل الكيس التاني اهو بالصلاه على النبي اهو يا حبايبي اهو. تسلم يا رب ايديكم وكل حاجه حلوه خالص يا حبايبي بالصلاه على النبي اهو. حابه بقى تخزني، بديكي فكره بس يا روحي، لو انت حابه كده زي شطوره تخزني تطلعيه في وقت ما يكونش فيه ورق العنب، تطلعيه بيبقى جميل خالص، بيبقى كأنك لسه جايباه اهو. لا مش هيجرى له اي حاجه، بس انت يا روحي اهم حاجه تطلعي منه الهواء كلاته اهو زي ما انا بطلعه كده حضرتك زي ما انت شايفه اهو يا حبايبي. سميت الله ولا لا؟ سمي الله كده يا روحي وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو يا حبايبي. اشتركت لمنوره كده في القناه ولا لسه؟ ولا عملت لها لايك كده حلو من ايديك وكومنت كده عسل من ايديك ولا لسه؟ اهو يا حبايبي اللهم صل على النبي كده يا حبايبي. بعد ما فرصت الكميه بتاعتها يا حبايبي، اهم حاجه يا حبيبتي ما تخليش اللي فيها هوا يخش ايه داخل الكيس يا روحي اهو يا روحي. شايفه؟ وانت بقى على حسب إيه رغبتك في التخزين، على قد الكيس على قد طلبك، عشان هتفتحي الكيس كده يا حبيبتي وتحطيه على الميه السخنه على طول، تشيليه من الميه السخنه تحطيه في ميه ساقعه، هو ما بياخدش 5 دقايق في السلق يا روحي اهو يا حبايبي. انت لو قاعد عندك سنه مش هيقول اي حاجه اهو، هيبقى زي الفل من ايديك اهو. شايفين يا حبايبي؟ والصلاه على النبي خرجوا بس منه الهواء كلاته، واجمل خزين ورق عنب واحلى وجميل خالص. واهم حاجه الفريزر بتاعك يكون حلو ومش هيتكسر ولا اي حاجه. ماشي يا روحي، ان عجبكم بقى يا حبايبي الفيديو بتاع البسيط ده، يا ريت ما تنسوش بقى حضراتكم تعملوا له اشتراك في القناه، وتعملوا له لايك كده حلو بايديكم وتدعموني، انا مش هكبر اللي بكم يا روحي. ماشي يا حبايبي، واسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.